أنا اسمي باسل، قوات سوريا الديمقراطية. قد قمنا بتحرير قرية المرجان، والبارحة كان في اشتباكات قوية في هذه المناطق. قد مشينا 2 كيلومتر، وهذه الحملة مهمة كثيرة لنا لأنه نحن متجهين إلى منطقة الدشيشة، لأنه هذه المنطقة قد انباعت كثير من فتياتنا بنات شنغال في هذه المناطق، وفيها سجون للدواعش في هذه المنطقة، وهذه المنطقة مهمة كثير لنا وراح نحررها بإذن الله. أول في حركة عندكم جقدار هبا جقدار. ها هي قرية المرجان مثل ما أنتم شايفين قد تحررت بالكامل، وفي بعض المناطق مثل هذه القرية تبعد عنا تقريبا شيء 1 كيلومتر كمان محررة على يميننا، وفي كم نقطة لنا كمان هون محررات. هاي برج السريتير كمان مبين من هون. هدفنا الوحيد أن نحرر المنطقة من إرهابية داعش، ونكمل إلى منطقة الدشيشة ونحرر أهالينا. وإحنا هلا واقفين بالشمس الحارة حتى كرمال نحرر هاي المناطق من إرهاب داعش. إحنا هدفنا الوحيد إنه الأرض تعيش بسلام. احنا حاليا بقرية المرجان، قمنا بتمشيط القرية. جينا دخلنا على القرية، قام تنظيم داعش الإرهابي بتفخيخ في المدرسة، حرمان الأطفال من الدراسة والتعليم وتفجيره. بس هلا ما نقدر ناخذكم لعنده لأنه في شبكة ألغام، تفخيخ ألغام، وهلا أخذوا من القرى هاي المدنيين كدروع بشرية لإعاقة تقدم القوات. في بالدشيشة في سجون، في لحد الآن مثل ما يحكوا هم سبايا أو معتقلات الأزيدية لحد الآن بالدشيشة موجودين.